هي دي بقى الأكلات اللي ولادنا بيعشقوها ما أقولكوش على الجمال. تعالوا كده نعمل الأكلة الجميلة دي من الأكلات الجميلة جدا جدا اللي ولادنا بيحبوها. هنعملها بطريقة جميلة جدا، وكمان التتبيلة روعة وكمان بسيطة. هنعمل أجمل شوية بانيه وكمان شوية مكرونة زي العسل، أجمل كتير من المحلات ومن الجاهزة. حاجات بسيطة جدا. في الفيديو بتاعنا هنعمل تتبيلة بسيطة، يعني مش هنعقد أي حاجة، كل حاجة هنعملها بكل سهولة. فيه ناس كتير يقولولك تتبيلة البانيه بتحتاج حاجات كتير، لازم تجيبيها من برّه ومش عارف إيه. لا بجد أنا مباحبش التعقيد يا حبايبي، أنا كل حاجة عندي باحب أبسّطها وفي نفس الوقت تكون طعمها يعني ما أقولكيش على اللذاذة والجمال بتاعها. السلام عليكم، أهلًا بيكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حياة توفير مع أسماء محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل أجمل تتبيلة بانيه بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، للمبتدئين كمان هنعمل أجمل بانيه هتاكليه، يعني بتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وتتبيلة سهلة جدًا. كل حاجة موجودة عندِك في مطبخِك، مش محتاجة أي تعقيد. تعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونعمل البانيه بتاعتنا بالطريقة اللي انتم شايفينه، كمان مش هنشتريه جاهز من برّه. نصيحة لكل أخت، كل ست بيت شاطرة بتحب توفّر، حاولي إن أنتِ ما تشتريش البانيه جاهز من برّه، أنا عاوزاكِ تعمليه بإيدِك. لمّا تعمليه تجيبي فرخة كده وتستفادي منها، يعني هتاخدي الصدر هتعملي بانيه أو أي وصفة تانية، وكمان هتاخدي النُص بتاع الفرخة اللي هو الوراك. طبعًا ممكن تعملي يعني كام أكلة من فرخة واحدة. أنا بقى ما باحبش كده إن أنا أجيب البانيه جاهز، علشان طبعًا بيبقى سعره غالي، وكمان ما يعني بتحسيش كده إن هو يعني يعني بتلاقي الكمية بتاعته كبيرة ولا كده. لأ أنا باحب البانيه بتاعي أعمله بإيدي، بيوفّر عليَّ كتير، وكمان باستفاد من باقي الفرخة. زي ما أنتم شايفين يا حبايب قلبي، أنا فرمت بصلاية، معاها فلفلاية، معاها يعني فص واحد بس من التوم. بعد ما يعني فرمتهم في الكبة، باعصر البصل، هاخد المَيّة بتاعته بس. طبعًا تفل البصل ده أنا مش بارميه، أنا باستفاد منه في حاجات تانية وهاقول لكم باستفاد منه إزاي. مَيّة البصل يا حبايبي زي ما أنتم شايفين حطيت عليها شوية ملح، شوية فلفل أسود، ممكن خلطة شوي لو عندِك، ما عندكيش ممكن تبدليها بمكعب ماجي. حطيت شوية بابريكا، برضه كمان شوية ملح، أنا قُلت لكم الملح. بس كده يعني مش باكتّر من أي حاجة. حابة تحطي مثلًا نُص معلقة كركم أو كاري اللي يريحِك. وبعد ما باخلّص كل الحاجات دي، أنا باخلط الخلطة بتاعتي في مَيّة البصل أو التوابل في مَيّة البصل، بابدأ إن أنا أنزّل البانيه. لو أنتِ بقى حابة تبيتيه في التلاجة متبّل زي ما هو، دي حاجة ترجع لِك، بس دايمًا الفراخ بتاخد في التتبيلة على طول، وبالأخص لمّا بتكون متقطّعة قطع زي البانيه، بيكون التتبيلة بتاعتها بتشرب فيها على طول. فممكن ساعة أو أقل كمان، يعني برضه بيبقى كده شرب في التتبيلة، وبيكون معاكِ جاهز على إن أنتِ تشتغلي فيه على طول. بالمناسبة يا حبايبي أنا ما قُلتلكوش البانيه علشان يكون جاهز معاكِ على طول على القلي أو التحمير. طبعًا بعد ما باخلطه مع التوابل ومَيّة البصل، بيضة واحدة بافقشها في قلب البصل، وبعد كده يعني باقلّب كلّه في بعضه، وبرضه علشان لمّا آجي أغلِّف البانيه بتاعي يكون جاهز. يعني مش مثلًا إن أنا لازم، في ناس بتتبِّل البانيه وبعدين تعمل البيض لوحده، وتبدأ إن هي يعني تغلِّف البانيه بالبيض، وبعدين تغلِّفه بالبقسماط أو بالفيجيتار. أنا بقى النهارده هاحمّره معاكم بطريقة هتعجبكم جدًا. أنا بقى باحط البيضة مع التتبيلة بتاعة البانيه، بيبقى كده كل حاجة جاهزة على يعني الشغل على طول.
زي ما انتوا شفتوا يا حبايبي، انا جبت بقى كمان حلة سلقت فيها مكرونة اسباجيتي. وبعد ما سلقتها يعني كنت عاملة الطماطم في الخلاط. بعد كده باحطها تتسبك، زي ما أنا قُلت لكم البيضة حطيتها على التتبيلة بتاعة الفراخ. طبعًا الفراخ بتاعتنا يا حبايبي هنعملها إزاي النهارده. أنا باحب دايمًا الكريسبي. الكريسبي ده يعني بيبقى شكله كده زي كنتاكي وزي بانيه الشركات اللي الكل يعني بصراحة بيبقى بيموت عليه من جماله. لا بصراحة ده أجمل بكتير، لأن ده إحنا مقطّعينه بإيدنا وعارفين إحنا عاملين فيه إيه. أمّا اللي برّه ده كلّه والله سمعت إن هو يعني حاجات كده يعني عاملينها على هيئة أو شكل البانيه، لكن في الحقيقة هي ما فيهاش أصلًا أي فراخ. طعم وحاجات كده يعني حاجات غريبة والله يعني ما نعرفش مصدرها، يعني لا يعلم بها إلا الله. فعلشان كده الحاجة اللي بنعملها بإيدينا بصراحة ما أقولكوش على جمالها. كفاية إن أنتِ عارفة أنتِ شغالة في الحاجة عاملاها إزاي، وإيدِك طالع من تحتها إيه. بالمناسبة الكريسبي ده يا حبايبي بيكون جاي يعني بيكون خشن جدًا، فأنا باحب يعني إن أنا أنعّمه كده في الكبة أو في المطحنة بتاعة الخلاط اللي هي بتطحن التوابل. يعني بتخلّيه ناعم كده زيه زي الفيجيتار. بيطلع معاكم بالشكل الجميل اللي أنا عاملاه ده، والله ما أقولكوش أجمل شكل. البانيه بالشكل ده ولادنا دايمًا بيحبوا يعني الشكل ده، لأنه بيبقى يعني مايل جدًا للجاهز اللي بيجيبوه من برّه. علشان كده إحنا لازم نحبّب ولادنا في الأكلات. أي أكلة بيجيبوها من برّه لازم كده نحاول إن إحنا نعملها في البيت، علشان يعني ما يحاولوش يفكّروا يشتروا حاجة جاهزة تاني. طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كانت الطماطم اتسبِّكت. الطماطم بتاعتي باحُط يعني كمية من الطماطم باحُط عليها قرن فلفل، وممكن لو عندِك يعني قرن فلفل حامي ممكن تحُطّي قطعة كده منّه، بتضبّط لِك بقى طعم المكرونة ما أقولكيش. بعد ما سبِّكت الطماطم حطيت عليها شوية ملح، شوية فلفل أسود، يعني شعرة صغيّرة خالص من الكمون، وكمان ربع معلقة سُكّر كده والّا حاجة، ما تكتّريش يعني. وبعد كده نزلت بالمكرونة زي ما أنتم شُفتوا، وبدأت إن أنا أقلّبها كلّها ببعضها. وطبعًا في الوقت ده أنا كنت يعني باحمّر البانيه خلاص يعني قرّبت إن أنا أخلّص علشان نقدّم بقى الأكلة الجميلة بتاعتنا اللي ولادنا بيدمنوها. بالمناسبة يا حبايبي بقى يا ريت تصلّوا على الرسول في التعليقات، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة يا حبايب قلبي. وقبل ما نخلّص الفيديو أحب يعني أشكر كل اخواتي وحبايبي اللي معانا في القناة، وكمان الناس الجديدة اللي بتدخل تشترك في القناة، والناس الجميلة جدًا، جدًا اللي بتعمل لنا تعليقات بسيطة حتى. يعني دي بجد باشكركم كلكم، أحسن ناس وأحسن اخوات وأحسن عيلة في الدنيا. بجد شكرًا ليكم كلكم يا حبايبي. يالّا بقى كده شوفوا الفيديو بتاعنا والطريقة بتاعتنا، واعملوا بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة ونوروني. شايفين جمال الأكلة؟ بجد حاجة جميلة جدًا. وأجمل ما في الأكلة بتاعتنا إن دي الأكلات اللي ولادنا بيحبوها. فحاولي كده دايمًا تشوفي ولادِك بيحبوا إيه، وبيحبوا يشتروا إيه من برّه جاهز، اعمليه لهم أنتِ بإيدِك في البيت. خلاص كده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلاص خلص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.